السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. اختتام مهرجان إريتريا 2025. مهرجان إريتريا مناسبة لنقل المعرفة بالتراث الشفوي. بناء مركز لمكافحة الجرائم في قادم حليب. مالي وبوركينا فاسو والنيجر توحد جيوشها ضد الإرهاب. قمة ألاسكا تشهد محادثات مثمرة وبناء دون اتفاق. ارتفاع حصيلة الأمطار الموسمية بباكستان إلى مئات القتلى. إلى التفاصيل. اختتم اليوم 17 من أغسطس مهرجان إريتريا 2025 الذي افتتحه الرئيس السياسي أفورقي في 9 من أغسطس. حضر مراسم الاختتام تقديم الرقصات الشعبية والأغاني المميزة للوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة والجبهة وممثلي الأقاليم والجهات الأخرى وعدد كبير من المواطنين. وقال مفوض الثقافة والرياضة السفير زمن التخلي أن استضافت أكثر من 50,000 زائر يوميا مع توفير كامل الاحتياجات ليس بالأمر السهل، مؤكدا بأن تعاون المشرف كان له دور مشهود في إنجاح المهرجان. وأوضح بأن مهرجاناتنا منتديات لتعليم الأجيال القادمة وهي تجمع وطني لربط ماضي ومستقبل المجتمع، فضلا عن دور المهرجان الوطني في توجيه فكر الشباب والأطفال والنظر لإريتريا في بوتقة واحدة بعين النسر. وذكر الأديب سلمون درار في التقرير الذي قدمه مميزات والقصور في الأنشطة المنفذة عبر 19 لجان والقضايا التي يجب تصحيحها مستقبلا، مشيرا لزيارة المهرجان هذه السنة أكثر من نصف مليون زائر. وقدم في الختام الشهادات التقديرية للمشاركين في الأقاليم والمساهمين في إنجاح المهرجان. اشتمل مهرجان إريتريا الذي استضاف عشرات الآلاف من الشعب على الرقصات الشعبية والموسيقى والتراث الشفهي وعروض الابتكار والاختراع والقرى النموذجية والحياة المعيشية وبرامج الأطفال ومعارض الكتب ومنتجات الشركات والبازار والصور والفن التشكيلي وأوراق بحثية هامة وسيمينارات وغيرها. أكد خبراء التراث الشفوي بأن التراث الشفوي للقوميات الإريترية المقدم في مهرجان إريتريا أسهم في نقل المعرفة إلى الجيل الجديد. وأكد عضو اللجنة التنفيذية للتراث الشفهي السيد محمد سعيد عثمان أن المهرجان انطلق في العام 2004 بالتراث الشفوي لقوميتين بهدف تحفيز المجتمع على الحفاظ على قيمه، لأن التراث الشفهي هو أساس كل المعارف والفنون، مشيرا إلى تهيئة الأرضية الملائمة لأن تشترك كل القوميات بتراثها الشفهي في مهرجان 2025. وأشار السيد محمد سعيد بأن مهرجان هذا العام قد استضاف 331 من مقدمي التراث الشفهي من جميع الأقاليم في عرض شاهده حوالي 250 ألف من الزوار. كما كانت هنالك عروض تراث شفوي مع تقديم المأكولات والمشروبات الشعبية حثا الأقاليم والجهات المعنية على العمل الجاد عليه وتشجيع كبار خبراء التراث الشفوي لكي يخرجوا بشكل أفضل في المستقبل. وقال رئيس لجنة التراث الشفوي لإقليم شمال البحر الأحمر السيد فوتسوم زكرياس بعد تقديره للجهود المبذولة في سبيل خلق منصة للتراث الشفوي والحفاظ عليه أن التراث الشفوي لإقليم شمال البحر الأحمر خضع للبحث لأكثر من شهرين، موضحا أن ما تم عرضه هذا العام تناول تاريخ البطولات والنضال واحتفالات الزفاف والمصالحة وغيرها. عقدت جمعية المعلمين الإريتريين مؤتمرها الثامن يوم 15 و16 من أغسطس في أسمرة. في كلمته خلال الاجتماع الذي حضره رؤساء الإدارات والفروع الإقليمية لوزارة التعليم بالإضافة إلى أعضاء الجمعية، ذكر رئيس الجمعية الأستاذ سمون محاري على تاريخ وأهداف الجمعية، وأوضح أن الهدف يتضمن تعريف المعلمين على بعضهم البعض وتعزيز وحدتهم وتبادل الأفكار والحديث والحفاظ على القيم ومناقشة القضايا الوطنية. وأشار إلى أن جمعية المعلمين تم إعادة تأسيسها بعد الاستقلال كجمعية وطنية مستقلة بموجب المادة 404 من القانون الانتقالي للإرتيب للعام
1991، وأصبحت عضوا في منظمة التعليم الدولي والمنظمة الأفريقية في العام 1996. وأكد ممثل وزارة التعليم السيد بطرس هيلا مريم أن المعلمين هم الركائز الأساسية في تنمية الموارد البشرية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل باستمرار على زيادة عدد المعلمين وتحسين جودتهم. وأخيرا، بعد قدمت اللجنة التنفيذية ومسؤولي الجمعية في الأقاليم تقارير عن الأنشطة المنفذة، ناقش المؤتمرون مسودة النظام الأساسي وانتخب اللجنة التنفيذية للسنوات الثلاثة المقبلة. جمعية المعلمين الإريتريين هي جمعية وطنية عمرها 67 عاما، ويبلغ عدد أعضائها حوالي 30,000 عضو. شيد في قادم حليب ومديرية أفعبات إقليم شمال البحر الأحمر مركزا لمكافحة الجراد الصحراوي. يقع مركز قادم حليب لمكافحة الجراد الصحراوي على بعد حوالي 60 كيلومتر شرق مدينة أفعبات. وأوضح مثل الإدارة والمالية في وزارة الزراعة سيد إفرايم كفلو أن عملية البناء التي بدأت في أواخر العام 2024 اكتملت في غضون 7 أشهر. وذكر بأن عملية بناء المركز انجزت بشكل رئيسي من قبل أفراد قوات الدفاع الإريترية وتعاون شركة سجن للإنشاءات ومشروع عدهل رقم 2 و3 ومؤسسة البناء التابعة لهيئة الأركان العامة في وزارة الدفاع في عملية التصميم والإشراف والبناء. وأوضح سكان وإدارة مديرية أفعبد وخاصة سكان إدارة ضاحية قادم حليب أن المبنى سيساهم في الدفع بأنشطة مكافحة الجراد. وعرب قادة وأفراد قوات الدفاع الذين ساهموا بشكل كبير في بناء المركز عن فخرهم بإنجاز العمل بنجاح رغم التحديات. وقد أقيم حفل ترفيهي في مدينة أفعبد بمناسبة الانتهاء من بناء المركز. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. بلغت كونفدرالية تحالف دول الساحل مع نهاية يوليو الماضي مرحلة حاسمة في مسار إرساء قواتها الموحدة بوصول أولى عناصر هيئة الأركان المشتركة للعاصمة النيجيرية نيامي، حسب ما أفاد بها مصدر عسكري نيجيري. وأوضحت وسائل الإعلام نقلا عن نشرة إخبارية للجيش النيجيري أن هيئة الأركان المشتركة التي تضم إطار عسكرية من بوركينا فاسو ومالي والنيجر تعمل بشكل مكثف لاستكمال النصوص والإجراءات والترتيبات الضرورية لجعل القوى الموحدة للتحالف جاهزة للعمل بشكل كامل تمهيدا لتحويلها في المدى القريب إلى فاعل أساسي في حفظ الأمن والاستقرار داخل الفضاء الكونفدرالي. يذكر أنه بعد انسحاب رؤساء دول مالي وبوركينا فاسو والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وقع هؤلاء الرؤساء على ميثاق لبتكون كوماري الذي نص على إنشاء تحالف دول الساحل كإطار للدفاع المشترك والمساعدة المتبادلة لخدمة شعوب البلدان الثلاث. بعد 3 ساعات من المحادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين والوفد الأمريكي والروسي، اكتفى الرئيس ترامب ونظيره الروسي بوصف القمة بأنها كانت بناءة ومثمرة وأن المحادثات جرت في جو إيجابي. وصرح الرئيس ترامب بأنه عقد قمة بناءة واجتماعا مثمرا للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أنهما اتفقا على العديد من النقاط، لكنه أعلن أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار أو اتفاق سلام في أوكرانيا، وأنه لا يوجد اتفاق حتى يتم التوصل إلى اتفاق. وفي حديثه إلى جانب بوتين قال ترامب أن الخطوة التالية هي إحاطة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وقالة آخرون بالمستجدات، لكن يبدو أن آماله في عقد قمة متابعة سريعة تضم بوتين وزيلينسكي لم تتحقق. وأشار بوتين في بداية المؤتمر إلى أن المفاوضات جرت في جو من الاحترام المتبادل وعلاقة الجيرة بين البلدين والتراث الكبير المشترك بين روسيا والولايات المتحدة في ولاية ألاسكا. تسببت الأمطار الغزيرة التي تتساقط في شمال باكستان في مقتل ما لا يقل عن 320 شخصا بحسب آخر حصيلة صادرة، ما يرفع عدد القتلى إلى أكثر من 600 منذ بدء الموسم الماطر الاستثنائي من حيث شدته في أواخر يونيو. ووقع عدد كبير من الضحايا في ولاية خيبطار الجبلية المحاذية لأفغانستان، والتي سجلت وحدها 307 حالة وفاة وفق ما أفادت به هيئة إدارة الكوارث المحلية.
فيما تتواصل عملية البحث لانتشال الجثث الممطرة تحت الركام. وقال محمد سهيل المتحدث باسم خدمات الطوارئ أن المئات من عمال الإنقاذ ما زالوا يبحثون عن ناجين في منطقة بونار الجبلية بإقليم خيبر. هذا وتسببت الأمطار القاسية والعواصف القوية في حدوث فيضانات عارمة وجرفت بطريقة كثير من المنازل. انطلق أول مهرجان عالمي للروبوتات البشرية في بكين بمشاركة 280 فريقا من 16 دولة بينها الولايات المتحدة وألمانيا واليابان. وتعد هذه الفعالية لتجمع الروبوتات في منافسة رياضية منظمة على مدار 3 أيام الأولى من نوعها. وقد أقيمت المسابقات في الملعب البيضاوي الوطني للتزلج السريع المخصص سابقا لمنافسات الألعاب الأولمبية الشتوية في العام 2022. وشهد الملعب منافسات في كرة القدم وسباق 400 متر والملاكمة. كما تحركت الروبوتات على أرضية الملعب بخطوات متقطعة. وأكدت وسائل الإعلام الصينية محلية استنادا إلى مسؤول حكومي في بكين أن كل روبوت يشارك في هذه المسابقة يصنع تاريخا في إشارة إلى الرمزية الكبيرة لهذا الحدث في سياق السباق العالمي لتطوير الروبوتات البشرية. هذا ويستمر المهرجان ل3 أيام حيث يسجل إقبالا ملحوظا من الجمهور المحلي والأجنبي ما يعكس الاهتمام المتزايد بمستقبل الروبوتات في الحياة اليومية. عناوين النشرة مرة أخرى. اختتام مهرجان إريتريا 2025. جمعية المعلمين الإريتريين تعقد مؤتمرها الثامن. بناء مركز في قادم حليب لمكافحة الجراد الصحراوي. مالي وبوركينا فاسو والنيجر توحد جيوشها ضد الإرهاب. قمة ألاسكا تشهد محادثات مثمرة وبناء دون اتفاق بشأن أوكرانيا. ارتفاع حصيلة الأمطار الموسمية بباكستان إلى مئات القتلى. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.